السادة الحضور، كل من حسب مقامه وعنوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم في محافظة الأنبار في مدينة الرمادي المحررة، ومحافظتنا تزهو بالانتصارات التي حققها أبناءكم وأخوانكم من منتسبي شرطة الأنبار والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والحشد العشائري في ساحات القتال ضد عصابات داعش الإرهابية، وتم إعادة مدن المحافظة إلى سابق عهدها وزهوها. إن الشباب عمود المجتمع، بهم يقوى ويبقى، من دونهم يضعف ويضمحل، وتقوم الأمم والشعوب بسواعد ونشاط. وعلم الشباب فيها كما أن كسلهم وجهلهم هو عين التخلف والتراجع عن ركب الحضارة والتقدم. أيها المحتفلون الكرام، إن الشباب في كل زمان ومكان عماد الأمة ونهضها ومبعث حضارتها وحامل لواءها ورايتها إلى المجد والتقدم والحضارة وعنوان مستقبلها. فهم يملكون الطاقة والقوة والحماس التي تؤهلهم إلى أن يعطوا من عملهم وجهودهم وعزمهم وصبرهم وثمرات ناضجة للأمة إذا ما ساروا على الطريق الصحيح المرسوم في اتجاه التنمية والتقدم، واستغلوا نشاطهم فيما فيه منفعة لهم ولغيرهم خدمة للوطن والأمة. لذلك اعتنى الإسلام بالشباب عناية فائقة ووجههم نحو البناء والانتماء والخير، واهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب اهتماماً كبيراً، كون الشباب هم الأكثر الذين وقفوا معه وأيدوه ونصروه. وعمل عليه الصلاة والسلام على تهذيب أخلاق الشباب وشحن هممهم وتوجيه طاقاتهم وإعدادهم للتحمل المسؤولية في قيادة الأمة، كما حفزهم على العمل والعبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم شاباً نشأ في طاعة الله. أعزائي الحضور الكرام، على القادة والمسؤولين في مختلف المجالات والمستويات أن تسند إلى الشباب المناصب والمسؤوليات، إعداداً لهم وتفجيراً لطاقاتهم، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الكبار والشيوخ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم حتى تلتحم قوة الشباب مع حكمة الشيوخ. فلا بد من توفير الفرص للشباب سواء في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، للنهوض بهذه الفئات الشابة ورفع مستواها وأبعادها عن البطالة التي باتت تنخر في جسد المجتمع وتهدد أفراد بالضياع والفقر والتشرد. أخواني الحضور الكرام، إننا ومن موقعنا ومسؤوليتنا كقائد لشرطة الأنبار رصدنا ونرصد ومؤشرات حالات بعيدة عن مجتمعنا وعاداته الأصيلة، وهي ضياع الشباب وانحرافه إلى ما يهدد دعائم هذا الوطن. فنجد من الشباب انحرف مع المنحرفين عن طريق القويم والقسم الآخر، متسكعاً في المقاهي طيلة اليوم كالعجزة، أو رابطين أمام الأبواب المدارس يتصيدون بناتنا وأخواتنا تلميذات المدارس للتحرش بهم، أو يقومون بتعاطي الحبوب المخدرة ويتجاوزون على حقوق المواطنين وحرياتهم. كيف يتم بناء المجتمع وتقدمه ورقيه وشبابنا يتحول من شباب صانع للحياة إلى شباب عاطل عن العمل، يلهو في ملذات الحياة غير مبالي بما يحصل حولنا؟ أخواني وأعزائي الحضور الكرام، علينا والمسؤولية جميعاً اليوم أن يتوجه الشباب إلى ما هو مفيد بمجتمعنا وبناء محافظتنا، وأن الدور الرئيسي هو للآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع بهذه الشريحة المهمة
من المجتمع، وأن ندعم ونشيد ببطولة الشباب في هزيمة الدواعش، وأن يكون لهم دور رئيسي في إعادة الأعمار في هذه المحافظة وحثهم على العمل التطوعي، لنرى الجوانب الإيجابية المشرفة في البلد وإشراكهم في جهود المصالحة المجتمعية والإصلاح لبناء دولة حديثة وشاملة في العراق، وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية والأخبار عن كل ما هو مخالف للقانون لكي نتخلص من الخارجين عن القانون ونشترك جميعاً في بسط الأمن والأمان والاستقرار في محافظتنا العزيزة. الحضور الكرام، لا يخفى على حضراتكم تتقدم الشعوب يكمن في الشريحة المثقفة في المجتمع، وأن اسهاماتهم في توعية أبناء وبناء المجتمع ثقافياً يجنبهم الانحراف عن القيم الأصيلة لأمتنا، ونخص بالذكر منهم دور الشعراء الذين صدحوا بكلمة الحق وأثاروا الحماس في نفوسنا، والذين ضحوا بدمائهم من أجل ترابنا الغالي، ونسأل الله العلي القدير أن يسكنهم الجنة، وأن يمن على جرحانا بالشفاء العاجل، وأن يعود مجتمعنا إلى سابق عهده يزهو بالنصر والظفر. ونعاهدكم على المضي في المسيرة، وأن نقدم كل ما هو نملك من قوة من أجل بناء محافظتنا العزيزة، ومن أجل أيضاً توفير الأمن والأمان في هذه المحافظة العزيزة، ومن الله العلي التوفيق. كلمة ترحيبية لمنظمة عطاء الشباب للثقافة والإعلام يتفضل بها السيد مهند طه عاقول مشكوراً. ونحن نجتمع اليوم وعلى بركة الله في المهرجان الشعري والثقافي الذي تقيمه منظمة عطاء الشباب للثقافة والإعلام، وبرعاية كريمة من المشروع الوطني العراقي، وتحت شعار بتضافر الجهود تبقى أنبارنا آمنة. إن هدفنا من تنظيم هذا المهرجان هو لتكريم الشريحة المثقفة التي كان لها الدور الفعال في إعادة الحياة لهذه المحافظة، وكي نثبت للعالم أجمع بأننا داعون للسلام، وبسواعد شبابنا نبني ما دمره الإرهاب. سادتي الأكارم، أوجه جزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضوركم مهرجاننا هذا، ونتمنى أن يكون فاتحة خير على محافظتنا الصامدة. كما أوجه الشكر لزملائنا الإعلاميين الذين كان لهم الدور الفاعل من خلال تغطيتهم لعمليات التحرير. ومسك الشكر نقدمه لقواتنا الأمنية متمثلة باللواء هادر زيج كسار قائد شرطة الأنبار، وجميع القادة الأمنيين لما بذلوه من تضحيات في إعادة المحافظة إلى سابق عهدها. ولا ننسى شهداؤنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نشر الابتسامة وإرجاع الكرامة إلى جميع المدن المغتصبة. وختاماً، باسمي وباسم منظمة عطاء الشباب نشكر المشروع الوطني لرعايته لهكذا مهرجانات، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفق الجميع خدمة لمحافظتنا العزيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاملا رسالته العصماء، فمن شموخ مدينة حديثة رحبوا معي بالشاعر رأفت العواد. تحية الإسلام، ولكن أنا أقول الأنبار عليكم ورحمة الله وبركاته. القاع تعيش ذا فد يوم يا عراق، الخلل بيك وجبين عليك يا عراق. وصلنا لمرحلة الإقليم يا عراق وحرام كان تلقانا بالأنبار يا دنيا، وضيمك اللي يصعد بالأنبار. جغيفي بزودي من قاعد بالأنبار، الساتر والفشق يشهد علي. يا وطننا اللي يحلى بعيونك يموت، يا وطننا اللي يحلى بعيونك يموت. ويمنع عزرائيل شاف المرجلة، الفرعت شيلتها من جابه وشهيد. ما بكت وشفافها تنقط هلا، طشت بقاع الوطن ريحة قتال. من تشم الموت ريحتنا ترى، عالسواتر ناخذ الصورة ونموت. عكس ذاك الحاضن بصورة مرة، عالسواتر ناخذ الصورة ونموت. عكس ذاك الحاضن بصورة مرة، وقفت بعين الوطن دلة ومضيف. كان هسه بيوته ما بيهن بشر، بالخليج اللي عندهم يزفون شيخ. واحنا كم تابوت ندفع بالمهر، قل لي شو محصلين منك يا عراق؟ هي بس الفاتحة وضيم القهر. وديرتنا اللي يطبها الخير موجود، ديرتنا اللي يطبها الخير موجود. حديثا بالشدايد ولدة أحرار، الرماد اللي يوصلك نقلبها تنور، وحطب كلها تصير وداعة النار. بشرم المساجد احنا وياك، الفلوجة اللي يصلها شلون مو عار. عيب من الفرات يحبنا والله، من نادم نعيش الجار والجار. نلعب بالفشق من كنا بقمار، وهيبتنا العقل من احنا وصغار. جاي تريد هسه يصير لك صيت، ولك حتى الكرامة تريد الأنبار. إيه فترة ومضت لا تحرق أعصاب، قبل نازح تسولف كل الأخبار. هسه بزودي قاعد واني مرتاح، وبوب مشرعات وماس الدار. عالغربية رايح عندي كم بيت، أحررهن وارد محطم وكار. عالساتر قعدت وما شفت خوف، عالساتر قعدت وما شفت خوف. بيد التفقة وادر هواية التغار، الشاجوري تزامط منه هدبي. الفشقة منه تطلع تجدح الحار. أخليك على ساتر، أخليك على ساتر عيب شو تفيد. أخليك على ساتر عيب شو تفيد. عيب الحرمة تطلع عالسواتر، عدنا بالحرب يتحزم بموت. لو هدم مكانه يعوف حافر. أنا العابر دول من عمري يومين، وانت الباب يمكنك معابر. هضيم ما عرف أصله بالأعراق، هضيم ما عرف أصله بالأعراق. يخاف قبالي من يحكي بالأعراق. القصة اللي بالشرف سالت بالأعراق، أكيد بنص مضيف تعيش هي. يماي الوطن محتاجة صيح بصوت، يماي بعبايتها تغطي كل مسية. بعد دخول أحفاد هولاكو إلى مدينة هيت، اضطررت للابتعاد عنها لمدة 2 سنين. فقلت فقرة وطحنا بيد الماء يرحمون، فقرة وطحنا بيد الماء يرحمون. عفنا بيوتنا والهم كتلنا، اش يريح قلوبنا وعن هيتنا بعاد، اش يريح قلوبنا وعن هيتنا بعاد. هناك بليل الأظلم عفنا هنا، حسبنا الكل شي قلنا الديرة تنظام، حسبنا الكل شي قلنا الديرة تنظام. بس نعوفها لا ما حسبنا، يا ولايتنا حيل الروح تشتاق، يا ولايتنا حيل الروح تشتاق. نحن الكل شي بيها شهالمحنة، ربينا وتعلمنا وعدل ماشين، ربينا وتعلمنا وعدل ماشين. اليمرنا شوية يعرف كل شي عدنا، يا بنت بيوت يا الما مرك العوز،
يا بنت بيوت يا الما مرك العوز، يا قداحة يا جورية يا حنة. يا بنت بيوت يا الما مرك العوز، يا قداحة يا جورية يا حنة. شدة وباكر تصح سالفة خير، شدة وباكر تصح سالفة خير. أو نعوضك عمر يا البيك اختلفنا، أو نرد القهوة الشاقوفة بالليل، نرد القهوة الشاقوفة بالليل. نطش ضحكاتنا ويطول سهرنا، أو نلم ترابها بفي النواعير. هذاك الجرفك شقد بي لعبنا، ولا مثلك مكان يريح البال. تظلين العزيزة شما بعدنا. رجعت ديرتي غصبا على اللي يحجون، رجعت ديرتي غصبا على اللي يحجون. ايش حد القال ذولا ما يردوها، رجعت ديرتي غصبا على اللي يحجون. ايش حد القال ذولا ما يردوها. جابوها بعلم وبجفن وبتابوت، جابوها بعلم وبجفن وبتابوت. ورايات النصر بالنجم خلوها عند رجال تاكل زلم من الثور، وافكار المنايا ما يهابوها. رجعت ديرتي غصبا على اللي يحجون. ايش حد قال ذولا ما يردوها. جابوها بعلم وبجفن وبتابوت، ورايات النصر بالنجم خلوها عند رجال تاكل زلم من الثور، وافكار المنايا ما يهابوها. شدوا ايد بيد حسين وي عثمان، شدوا ايد بيد حسين وي عثمان، وايات الغضب على الكفر يقروها. الوطن محتاجنا خل نوقف وياه، الوطن محتاجنا خل نوقف وياه. ابونا الوطن هذا وراسه مرفوع، الكلام اللي يقوله حاضر وصار، ما يحكي غلط اللي يقوله مسموع. شفت الهور يصرخ وين الاولاد، شفت الهور يصرخ وين الاولاد. اخوكم طاح لا تخلونا موجوع. شفت الهور يصرخ وين الاولاد، اخوكم طاح لا تخلونا موجوع. اطب للمعركة وابن النجف وياي، اطب للمعركة وياي بنهور، اطب للمعركة وياي بنهور. اشد ظهري بي ما حاجة لدروع، خلي شيلة امك حاضرة وياك تحسها انت درع ويغطي الضلوع. خلي شيلة امك حاضرة وياك تحسها انت درع ويغطي للضلوع. انا ابن الفرش صينيته للضيف، انا ابن الفرش صينيته للضيف، والغيرة شعار بقصتي مطبوع. اذا خيك يموت الزفة باعلام، تهل انت فشق ما تهل الدموع. اذا خيك يموت الزفة باعلام، تهل انت فشق ما تهل الدموع. هاي القاع امنا وقالت وين اولادي حق التعب مرجوع. وهو إلها وهي بيه، ومنها كانت قبل الانبار وردتها تنشم. شبعت وشافت موت من ضاقت الدم. وبين مدينة الرمادي ومدينة الخالدية صلة واضحة طيبة كصلة الشريان بالقلب. رحبوا معي بالشاعر محمد الشيخ. وطن بيك نتعلم وانت ربنا، حصدنا الموت غفلة وانت ربنا. أبد ما نهاب محنا وانت ربنا، ولا نرضى حكم غيره والحساب. يا الحبيب يا ياب. الحضور الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. العذرة من ينجاب طاريها بمضيف، تصير دلة وشيخة من يدنالها. هاي مهرة تريد خيال وشجاع، ما تريد اللي يجفل من خيالها. حرة هي وما رضت بالموعة فيك، حيلة ياهو اللي يقدر يمس شالها. كانت تحط ايدها فراش ونبات، كانت تحط ايدها فراش ونبات. بنت ابوها تعذب اللي يحلالها، وبالمراجل هي الاول من تقوم. سيف على الحق، شوفوا هاي افعالها. هيك اسولف لما بمجلس افوت، عيب ادردم وانا صيت بجالها.
دنيا بس يتفاهم العاقل فقير، بيا نار من السوالف خالها، يصير وقت حساب لابد ما يصير، واعرف ايش كم حاقدة ذحوالها، ترجع ام الخير لمبار وتعود، هاي امنا ونبقى احنا عيالها. الصار غلطه نضمده بسرعه ويطيب، وما نخلي احنا الرماد بحالها. الصار غلطه نضمده بسرعه ويطيب، وما نخلي الرماد بحالها. نصير واحد نهتف باسم العراق، ومو عراق الما نطق يجرالها. احب لمبار كلها وجه بيها شرف ديوان عزه، وجه بيها تهد لوضه مجانه، وجه بيها تهد سيوف وتلاوي المنير. بسم الله الرحمن الرحيم. تقيم منظمة عطاء الشباب هذا التجمع الشبابي الخير في وسط مدينة الرمادي في قاعة الوقف السني. هذا التجمع الخير وبحضور كل الكوادر الأمنية والخدمية وكافة العطاءات الشبابية أيضا الأخرى. هذا التجمع يدل على تضافر الجهود جميعا من أجل العطاء، من أجل البناء، من أجل الخدمات، من أجل أيضا التعاون في بسط الأمن والأمان. فبهذه الشريحة، شريحة الشباب جيل المستقبل، نبني الحياة، نبني المستقبل، نبني الخدمات ونبني الأمن جميعا. فهذا التجمع إن دل على شيء يدل على أيضا بسط الأمن والأمان في هذه المحافظة، وخصوصا في قضاء مدينة الرمادي، وسط مدينة الرمادي. فنبارك هذا التجمع الخير من الشباب ومن الطاقات أيضا العلمية والمهنية والاجتماعية والقادة الأمنيين في هذا الحضور الخير. رسالتي لكل شباب أهل الأنبار، أولا رسالتي إلى أولياء الشباب، أولياء الشباب في هذه الشريحة، عليهم أيضا بمتابعة أبنائهم ومتابعة أبنائهم في كل سلوك حياتهم، في سلوك عملهم، لغرض وعدم انحرافهم بأي شيء مخالف للقانون. ورسالتي إلى الشباب اليوم جيل المستقبل، عليكم بالتعاون والمساهمة بالمعاونة للقوات الأمنية بالإخبار عن أي شيء مخالف للقانون. عليكم بالعمل أيضا بالعمل وإيجاد فرص عمل للشباب وجيل المستقبل. عليكم الابتعاد عن التجمعات في الأسواق العامة والأسواق المزدحمة، وكذلك عليكم الابتعاد عن التجمع قرب المدارس الثانوية والمتوسطة للبنات، لكي يكون اليوم نقوم الأخلاق جميعا ونساعد ونحافظ على هذه المحافظة بكل معنى الحفاظ، سواء كان في الأمن أو الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية المشروع الوطني العراقي قامت منظمة عطاء الشباب والثقافة والإعلام بمهرجان تخلل هذا المهرجان مجموعة عدة محاور، ومنها والنقطة الأساسية هي تكريم بعض الشخصيات الثقافية في محافظة الأنبار، والدوائر الخدمية التي بادرت وعملت من أجل إعادة الاستقرار في مدينة الرمادي، ولهم أثر كبير بصراحة. لا ننكر هذا الدوائر مثل البلدية، المجاري، الكهرباء، كلها بفضل الله، ثم لهم اللي بجهودهم الذاتية تعتبر عادوا الأمن والاستقرار والأمل في قلوب الناس في هذه المدينة. طبعا نشكر كل من حضر المهرجان، وإن شاء الله هذا ليس الآخر. إن شاء الله الأيام الجاية راح تشهد مو بس مهرجانات، راح تشهد ندوات تثقيفية، نحاول قدر الاستطاع نصلح حال الواقع الشبابي، الحال اللي مثل ما تعرفون احنا طلعنا من مأزق كبير كلش، وهو حرب الفكر الداعش الإجرامي على مدينة الرمادي. إن شاء الله الأيام الجاية أيام خير على مدينة الرمادي. الناشط فؤاد بقيت بردي أحد اللجنة المنظمين. برعاية كريمة من المشروع الوطني العراقي، قامت منظمة عطاء الشباب للثقافة والإعلام مهرجانا ثقافيا وشعريا. الهدف من المهرجان هو لتكريم الشريحة المثقفة والقوات الأمنية التي ساهمت في إرجاع وإعادة الاستقرار للمدينة. الهدف الثاني هو إيصال رسالة للمجتمع بأننا كشباب الأنبار داعون للسلام ونابذين للإرهاب، ونحن من نبني الأوطان. مهند طه عاقول، منظمة عطاء الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا هذا اليوم مهرجان الذي نظمته منظمة عطاء الشباب للثقافة والإعلام لتكريم المثقفين والطبقة المثقفة والإعلاميين الذين ساهموا بإعادة الاستقرار إلى محافظة الأنبار. من هذا المكان نحن كإعلاميين نعاهد أهلنا كما خدمنا وكما وقفنا مع القوات الأمنية، سنبقى عونا وسندا لهذه القوات الأمنية وإلى أهلنا، وسنكون خدام لأصغر شخص في محافظة الأنبار، ونواصل العطاء والتقدم
يا ربي يحفظ محافظة الأنبار، يا ربي يحفظ العراق. وشكرا لهذه المنظمة التي لم تبخس حق إعلامي وشاب ومثقف في هذه المحافظة، الإعلامي مؤيد الخطيب.